السلام عليكم. طبعا طالعين من رمضان كلنا زهقانين من اكلاتنا المعتادة. النهاردة طبعا هنعمل مع بعض الفسيخ الجميل ده في البيت، وهقولك على كل التركات والاسرار اللي تخليه يطلع معاكي ناجح جدا من اول مرة، وانا واثقة وبالممارسة هتغيري فيه على حسب ما تحبي. طبعا هقولك النهاردة على كل اسراره اللي تخليه يطلع معاكي بمنتهى السرعة والسهولة، ولو عايزة كمان ان انتي تأجلي في تسويته أو تسرعي في تسويته. كمان كل ده هقولك عليه النهاردة، تابعيني إن شاء الله. الفيديو يعجبك طبعا، لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك للصفحة، أو كمان لو حبيتي تشتركي على قناتي ريم هوم على اليوتيوب تنوريني جدا جدا. يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة اللي مش هتبطلي بعد النهاردة تعمليها في البيت، مش هتشتريها من بره تاني. النهارده هنعمل الفسيخ ده، بيتعمل طبعا بالسمك البوري. يفضل ان انتوا تشتروا السمك الوسط او الكبير، لو حبيتي ما ينفعش تشتري السمك الصغير. يعني ممكن يتعمل، ولكن يفضل اللي هو السمك الوسط. السمك ده كان سعره في حدود 80 طبعا او 100 على حسب المكان اللي بتشتري منه، لازم يكون من مكان موثوق منه. المكان ده كان عامل عروض كده على الاسعار. وطبعا اهم حاجه ان هو بيجيب حاجته فريش، طبعا السمكه لازم تكون فريش كده زي ما انتم شايفين، ما بيكونش ليها ريحه زفاره، وبيكون لحمها كده ماسك نفسه طبعا، لان السمك البوري بيستوي ما بياخدش وقت في التسويه، فلازم يكون السمكه زي ما انت شايفه معانا كده لحمها ماسك كده في نفسه، والسمكه صابحه زي ما انتم شايفين. طبعا اهم حاجة بنغسله وبنسيبه يتصفى كويس في مصفى كده يوم كامل، وبعد كده بنبدأ ان احنا نحضر له الخلطة بتاعته. قبل ما نحشيه لازم ننشف الخياشيم كويس كده بمناديل، وزي ما انتم شايفين لو ملاحظين ان السمكة كده جلدها ناشف كده، لازم تكون جافة، يعني كده الصفت ما فيهاش اي سوائل. بننشف طبعا زي ما قلت لكم الخياشيم كويس بالمناديل لغايه لما ما تكونش بتجيب اي دم. وبعد كده بنبدا ان احنا نحشي الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا النهارده عباره عن ملح خشن، بيكون خشن جدا، او اسمه الملح الرشيدي، مش عارفه بقى بيكون اسمه ايه عندكم في بلدكم. هو ده شكله. لو حبيتي ان انت تزودي ملحه شويه يكون يطلع معاكي حادق، بتزودي عليه ملح من العادي، ما تكتريش لغايه لما تعرفي هيطلع معاكي عامل ازاي. نسبه الملح بتاعته يا جماعه ما بتكونش صحيه قوي، فيفضل ان انت تجربي الاول. هو الملح ده ما بيخلوش حادق خالص، يعني كترته او قلته مش بتتعامل مع حكاية الملح بتاعته، لا بالعكس، هو بس بيسويه ولكن بيطلعه نسبة معتدلة جدا. في الفسيخ ما تتعبش جدا، لو اكلت في اكله قد ما تقدر ما يتعبكيش. بنحط عليه كمان معلقة كركم، بنقلبها وبنبدأ ان احنا نحشي الخياشيم كويس جدا، وبنحطها كده في كيس بقى، نبدأ ان احنا نرصه، نحط طبق كده من الملح، وبعد كده طبق بالفسيخ، وبنحطه بقى اتنين تلاتة جنب بعض. وبعدين نبدأ نرش كمان طبق من الملح زي ما شفتوا كده، وبنحط نرص بقية الفسيخ بتاعنا او السمك بتاعنا خلف خلاف زي ما شفت. اهم حاجة اول كيس كده بتاعنا ما يتفتحش بالراحة وانت بتقفليه، علشان خاطر ما يدخلوش اي بكتيريا لا قدر الله، لان هي ديت اللي ممكن تخلي الفسيخ اكبر غلط يا جماعة في اكله. غير كده والله العظيم ما فيهوش ريحة الخطورة للناس اللي بتقلق منه، او الناس ما بتحبوش، لان يا جماعة في دلوقتي وزي زمان كمان في ناس كانت بتعتمد على الملح في التسوية، فهو ما بياخدش اي وقت، خصوصا احنا عارفين السمك ما بياخدش وقت في التسوية. ومنهم البوري يعني. فما تقلقوش منه، لو ما دخلوش اي هواء ما بيحصلوش اي حاجة، وموضوع التسمم الحاجات دي كلها بيكون 1%. يعني لو انت عملتيه في البيت مش هتضطري تشتريه اساسا من بره، مش هتقلقي منه، هتاكلي منه زي ما تحب. طبعا المية بتاعته بقى هي اللي بتسويه، اللي هي بتنزل منه، فيفضل ان الاول كيس ما يتفتحش او ما يتقطعش معاكي وانت بتربطي بالراحة، وطبعا لازم تخرجي منه الهواء. بعد ما تقفلي كده بتقفلي بقى ترجعي تحطيه في كام كيس زي ما تقدري، وكل كيس تربطيه من الناحية التانية كده خلف خلاف، علشان تضمني انه ما يدخلوش اي هواء ويستوي معاكي بسرعة. تقدري بقى دلوقتي تتحكمي في التسوية بتاعته. مدة التسوية ممكن يستوي في أسبوع لو قلبتيه في اليوم مرتين، مرة في أول يوم مرة في آخره. وتحطي عليه حاجة تقيلة كمان لو عندك. وبعد كده لو حبت ان هو يستوي في أسبوعين تقدري ان انت تقلبيه مرة واحدة في اليوم. زي ما انتم شايفين بيطلع معانا لونه جميل جدا،
من بره ومن جوه، وتسويته كمان جميل. عايزه اقول لكم كان زبده والله العظيم، طعمه كمان وملحه كان تحفه. ده اسم قناتي على اليوتيوب، هستناكم هناك. ده فيديو النهارده، مع السلامه.